لضريح مسلم بن عقيل الملاصق لمسجد الكوفة، والذي استغرق إنجازه 42 شهرا. راجي نصير وهذا التقرير. بعد 92 عاما من استخدام شباك الموقوف لضريح العباس بن علي بكربلاء، أزيح الستار عن الشباك الجديد لضريح مسلم بن عقيل الملاصق لمسجد الكوفة. الشباك الجديد استغرق العمل به 3 سنوات ونصف، وتميز بالنقوش الإسلامية المعروفة خاصة في المراقد الدينية، وتبلغ كلفته الكلية 6 ملايين دولار. الشباك القديم لمسلم بن عقيل عمره أكثر من 92 سنة. بالأصل هو كان وقف لعتبة العباسية لضريح أبي الفضل العباس عليه السلام، فمن أجل تقادمه وتقريبا يعني تعب الشباك القديم تم استبداله بالشباك الجديد لمسلم بن عقيل عليه السلام. الشباك الجديد استغرق العمل به بحدود 3 سنوات ونصف السنة. الطراز الإسلامي، النقوش الإسلامية التي تحاكي قصة الشهيد مسلم بن عقيل. الشباك الجديد الذي تمت صناعته في مدينة قم الإيرانية يضم 8 كيلوغرامات من الذهب الخالص، وضعت في أعلى الشباك الذي يتكون من 13 نافذة وعدة أبواب، فيما بني هيكله من 2000 كيلوغرام من الفضة إلى جانب النحاس، وتبلغ مساحته الكلية 20 مترا مربعا، وقد نقشت عليه آيات قرآنية على الأحجار الكريمة. الشباك الجديد يتكون من 8 كيلوغرامات من الذهب الخالص، مع 2000 كيلوغرام من الفضة الخالصة، مع 1500 غرام من النحاس. الهيكل الأساسي هو من الحديد الستانلس ستيل، مع استخدام أسس كونكريتية مسلحة لرفع هذه الأحمال الكبيرة، حيث بلغ وزنه الكلي أكثر من 14 طن. الشباك بطول 5 أمتار و26 سنتيمتر، بعرض 4 أمتار و16 سنتيمتر، مع ارتفاع تقريبا 4 أمتار و65 سنتيمتر. احتفال خاص أقيم بمناسبة افتتاح الشباك الجديد على أرض مسجد الكوفة، حضره عدد كبير من المسؤولين ورجال الدين، بينهم وفد إيراني كبير من شركة الكوثر المنفذة، فيما تحدث الوقف الشيعي عن دعم عمليات إعادة الإعمار والتطوير لمرقد مسلم بن عقيل والمنطقة المحيطة به. ساهم الوقف الشيعي مساهمة مباشرة إن شاء الله من خلال الإشراف والدعم المادي والمعنوي لتبديل شباك مسلم بن عقيل عليه السلام. أيضا عمليات تطوير مسلم بن عقيل القبة من الداخل، تطعيمها بالمرايات وتبديل المرمر، مرمر الجوانب والمرمر الأرضي، بالإضافة كما قلنا إلى الشباك الجديد الذي ثبت هذا اليوم. يذكر أن أعمال البناء في الصحن الجديد الملحق بضريح مسلم بن عقيل، والذي بنيت له منارتان، أوشكت على الانتهاء، فيما تستمر أعمال التوسع في الركن الجنوبي للمرقد. بعد 92 عاما تم استبدال الشباك القديم لحضرة مسلم بن عقيل في إطار عملية تطوير وتوسعة شاملة يشهدها مرقده. من داخل مرقد مسلم بن عقيل بالكوفة، راجي نصير، الحرة.